أنا كتير فرحت من حركة إخواتنا في المغرب، ونعمل أخوة ونعمل عروبة. بس يعني أنا كتير فرحانة بهاي الأخوة بجد. علمكم في شمال قطاع غزة برفرف. طبعا أنا حابب أوجه رسالة للشعب المغربي، لك حي ربكم، حي ربكم من قلب شمال قطاع غزة. هذا الفيديو طالع من شمال غزة. هذا عارفين لمين؟ هذا لأهل المغرب، كل الحب من شمال غزة. من شمال غزة كل الحب. هذا المغرب يا حبيبي، المغاربة رجال أولاد رجال المغاربة. شفت السوا في هولندا؟ قسما بالله العظيم المغاربة خففوا عن قلوبنا، وحياة الخلقنا خففوا عن قلوبنا. فالمشاهد اللي شفناها وهو يدعس ودعس فيهم. واحلى تحية للشعب المغربي من قلب غزة العزة. يعني وقف يعني أهل المغرب، يعني فيش ملاجئ يا خالد. يعني ايش؟ يعني فيش ملاجئ، يعني أهل المغرب دعسوا عليهم ايه؟ يا الصراصير، يعني الاسترداد. يعني تحياتي من قلب الشجاعية لأهلنا في المغرب الشرفاء. بسم الله. في اتصال جاني من نتنياهو شخصيا. الو، انت ايش قصتك؟ مش تخلص الحرب؟ الشباب فاير دمهم وبدون الحرب تخلص. بعد 3 ايام تخلص الحرب. اختم لي انا من الحرب تخلص. سيتم وقف اطلاق نار. تعالوا وقفوا على الحرب. سيتم وقفه. من شمال قطاع غزة شكرا لكل مغربي حر شريف اللي سويتوه في امستردام. والله رفعت روسنا، والله خففتوا علينا في اللي سويتوه. اقسم بالله لفيت شمال قطاع غزة عشان الاقي العلم تاعكم، ولقيته والحمد لله، وهلقيت حيرفرف من قلب شمال قطاع غزة. شاد الأكبر. بنودي احلى تحية لهولندا المغربية، علمهم معنى الحرية وعاش المغرب عاش عاش. عاش المغرب عاش عاش. ولك ابن المغرب دعسهم، ولك ما فشلت حبة عينه اللي بيسيء لفلسطين. وابن المغرب موجود مساعدين البطن اللي جاكم من شمال غزة. كل الحب لأهلنا وربعنا في المغرب، مستعدينكم يا أهل المغرب. هنا غزة مصنع الرجال. أهلي في قطاع غزة عجبهم الاشي. يعني أنا بهمنيش مين يعجبه، أنا بهمنيش كل العالم، هذا كل العالم. أنا بوصل رسالتي لأهلنا في المغرب، ما زال أهل غزة شجعوكوا على الاشي هذا، وهم أعجبهم الاشي هذا. فأنا بقول لك قسما بالله العظيم إنه الموقف تاريخي. أما باقي العالم هذا عادي، يعني يفرح ما يفرحش، ينبسط ما ينبسطش، أنا مش فارقة معايا وأي واحد. أنا أهل المغرب عملوا الاشي هذا من أجل غزة صراحة، من أجل فلسطين ومن أجل دين الإسلام ومن أجل حرقة الدم اللي عندهم. يعني أنا بقول للمغربي إنه كون سعيد. الغزاوي شهد لك على مراجلك وأشهد بالله ما زال الراجل لا يعرف قيمة الرجال إلا الرجال. المواقف اللي عملتوها في امستردام يا سلام، خليت العالم كلها تحكي فيكم. دمهم حامي رجال يا أخي، والله رجال، أقسم بالله العظيم إنهم رجال، والله أسود الأطلس رجال. أنا بطلع أطفال غزة انبسطوا كتير، نساء غزة، ولكن اليوم في غزة مبسوطين كتير 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 الناس. نياكم يا أهل المغرب، أقسم بالله العظيم نياكم، أبسطوا قلوب والله العظيم لا يعلم فيها إلا الله. والله العظيم هدول اللي في غزة إيش ما بدك تعمل لهم مش هتخليهم ينبسطوا. والموقف ده غير نفسيتهم تماما. لسه خلى في أمل إنه في ناس بتحبنا، في أمل إنه في رجال، في أمل إنه في شعوب العربية هتتحرك، في أمل إنه إحنا بنغرع بعض، في أمل إنه إحنا لسه إخوة وهنناصر بعض بإذن الله تعالى. نيابة عن أهلي في قطاع غزة بقول لها إن في المغرب الله يجبر بخاطركم دنيا وآخرة، وزي ما زرعتوا هالفرحة والابتسامة اللي إحنا كنا محتاجينها وفي الوقت المناسب أجتنا، الله يا رب يعوضكم عوض خير، ويديم أيامكم كلها سعادة، ويجعلنا هيك إحنا وإنتم نتلاقى في مسجدنا اللي بوحد ديننا الإسلام بإذن الله تعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حب عظيم لأهلنا في المغرب من أبناء غزة لعيون أهلنا في المغرب. شكرا كثير، شكرا يا أصحاب المواقف الصعبة. في ساحات الحرب لا يذكر إلا الرجال يا أهل المغرب. تحياتي.